سؤال مهم جدا. إذا أراد شخص السير في هذه الطريق، من أين يجب عليه البداية، أي الرقية الشرعية؟ أول أمر لا بد أن يبدأ به هو أن تكون له قابلية هذا الباب، وأن يكون له الميول إلى هذا الباب، وأن يرى فيه الفهم والفراسة والتحقيق والتدقيق. هذا لا بد أن يكون وأن يتوفر بإذن الله جل وعلا. ثم يبدأ بفهم أو بحفظ بعض الصور التي هي مهمة جدا في باب الرقية، كالفاتحة وبداية البقرة وسورة وآية الكرسي وآية السحر وأواخر سورة البقرة، بداية آل عمران وآيات الملك، في النساء آية الحسد، وهكذا. يعني آيات يحفظها من العين والحسد والسحر، آية العذاب، آية الحق، آية النار، آية الترغيب والترهيب، آية اليهود والنصارى وما شابه. حينما يحفظ هذا بإذن الله يبدأ كذلك يفهم الأعراض، أعراض العين، أعراض الحسد، أعراض السحر، أعراض الشياطين، الحركات، يفهم شيء في الأحلام والمنامات بفضل الله تعالى، ويقف على شيء من خوارق الجن وأفعال وقدرات الجن والشياطين. حينما يستوعب هذا يبدأ يسهل عليه إن شاء الله تعالى التعمق في باب الرقية وعالم الرقية الشرعية. وكلما طالع وشاهد وعاين مقاطع الرقية كلما فتح عليه بإذن في الفهم، لأن هذا العلم بعد فتح الله جل وعلا طبعا تكون الأسباب أسباب إدراك بالمتابعة الميدانية والعمل الميداني. هذا لابد أن يفهم.